السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. بقالنا فترة كبيرة ما نزلناش فيديوهات تعليمية عن أنواع تانية غير الأنواع المصرية، فعشان كده قررت النهاردة إن أنا أعمل سلسلة جديدة اسمها أغرب أنواع الثعابين في العالم. والحقيقة إن أنا كنت ناوي أعمل السلسلة ديت كلها في فيديو واحد، يعني حوالي 10 أنواع كنت ناوي إن أنا أعملهم في فيديو واحد، ولكن وجدت إن الفيديو هيكون طويل جدا، فعشان كده قررت إن أنا أصور النهاردة إن شاء الله العشر انواع في 10 فيديوهات مختصرين. يعني كل فيديو منهم هيكون ما بين دقيقه ونص الى دقيقتين كحد اقصى، وكل نوع نتعرف عليه لوحده. فعشان كده هتلاقوني ان شاء الله 10 فيديوهات بنفس الشكل ده بتكلم عن انواع مختلفه من الثعابين. والنهارده معانا اول فيديو النهارده عن نوع من انواع الثعابين الغريبه جدا، بل ان هو يعد من اغرب انواع الثعابين في العالم، وهو الثعبان ذو المجسين. وده هنا يا جماعه اللي قدام حضراتكم الثعبان ذو المجسات او الثعبان ذو المجسين، وده هنا الاسم العلمي. لو حد حابب ان هو يعرف اكثر عن النوع او يشوف فيديوهات عن النوع او صور اكثر، يقدر يستخدم الاسم العلمي في البحث عن النوع. النوع ده من الانواع المتواجده في جنوب شرق اسيا، وطبعا بيسمى الثعبان ذو المجسين او ذو المجسات بسبب الزوائد الجلديه اللي في مقدمه الراس اللي قدام حضراتكم. الزوائد دي طبعا يا جماعه زوائد طريه جدا ولينه جدا، يعني اشبه اللي موجوده في القواقع، يعني مش زي القرون الموجوده مثلا في الحيه المقرنه، لا دي زوائد جلديه طريه جدا. والنوع ده من الانواع رغم ان هو بيتشابه بشكل كبير جدا مع ثعبان النرد المائي الموجود عندنا، الا ان النوع ده من الانواع اللي بتمتلك انياب خلفيه وبيمتلك سم، ولكن سمه ضعيف جدا على البشر. طبعا النوع ده من الانواع المائيه، يعني بيعتبر ثعبان مائي من الانواع اللي بتقضي حياتها كلها في الماء، ومع ذلك لا يستطيع التنفس تحت الماء، بل ان هو بيصعد للسطح ان هو يتنفس وينزل تاني تحت الماء. قد يصل نزوله تحت الماء بدون اكسجين، يعني يستطيع ان هو يكتم انفاسه لمده تقارب الساعه. النوع ده من الانواع ايضا اللي بتتوالد، مش من الانواع اللي طلع بيضها، يعني زي ثعبان الدساس وزي الحيه القرعاء. النوع ده من الانواع اللي متوسط طوله ما بين 50 سم الى متر كحد اقصى، من الانواع المميزه جدا ومن الانواع الغريبه جدا في العالم. زي ما حضراتكم شايفين يعني بيعد من اغرب انواع الثعابين الموجوده في العالم. وفي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.